السلام عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم. خصنا واحد بروده الصراحه المندالين كتعرف شنو هي المندالين؟ اي والله. المهم تبارك الله عليكم، تحياتي لكم كبيره الصراحه. قلت لهم بروده صراحه مندالين. ويلي بالعكس المنظرين كتبرد. ما لا واعر في البروده سبحان الله. الجو الصراحه ناي. دابا واقيلا طاح الشتا اللي طاح الشتا. شتو ما شاء الله. شوف بيبي عيشه ماتت، بيبي عيشه ماتت. تخيل هذا يا ستي. شوف دابا تخيل اخوتي، هادي اللي بقات لي من الدراهم هادي بوحدها الصراحه. نايل الدجاج ماتوا لنا بزاف هاد الايام مع البروده مع الشمس. انا برد عرفت نقطه ما خرجش البروده. حنا رجعنا معاكم. تخيلوا الباتري كان طافي. دابا ساعه كان كيوقف الكاميرا. تبارك الله ما شاء الله، الربيع بدا كينبت والناس تبارك الله دابا بداو كيقلبوا الاراضي ديالهم. هانتوما فاحنا قلبنا. هانتوما تبارك الله اللهم بارك، الله يخلي الصحيحه. شوفوا مازال الدجاج لتحت رافي كتشوفوا حتى الجمار. دابا داك كان يتعوض واعر. الدجاج دابا عرفتي الدجاج دابا عندهم منايات الموت عافين. انت مادام تقلبات كيقلبوا على الحشرات، كيقلبوا على الحشرات وكيعالوا فيهم البويدات. صراحه التراكتور كيقلب الارض على المحرث عادي بالبهايم. وكيفوك تقريبا كيدي 21 سنتيم في الارض. الله يعينك. يما انت غطيح والله نضحك عليك يابا. كيفاش ندخلو في الصيف؟ انا صراحه بروده دابا. عندك دقيقه مالك؟ انا كنت وصلت تيملا ديال ساعات غسل على برا قبل ما ندخل. شوف سبحان الله، الدنيا ما كتكون محروته. الدنيا ما كتكون محروته واعره، الارض كترجع. اسامه زين تيليكوموند عطينيكم باش نقلبوا الارض. ترين احنا قلبنا الارض. الله هنا كامله. انا قلب الارض كنسميوها هذيك التكسير. يعني الانسان كيكسر الارض. يعني شنو كيكسر الارض؟ انه كيقلب الارض ديالو بلا ما يزرعها. ماشي قلب له هذه كامله بلا ما يزرعها باش ما ينوضش فيها الربيع بزاف. الا باغي كان مثلا يزرع يدير قباح. هنا واقيلا كانت بقات قاصحه وخباري. هنا باينه بقات قاصحه. لا ماشي قاصحه، حيت هذه اللي واقيلا الفرازه هذه يا كارثه فهمتي. تجمر مقلح غتجمر مقلح غتجمر مقلح. اسامه من داك النهار واحد فوق الجمار. دابا شاف هادو مقلوعين مقلعهم التراكتور هبط موراهم، هبطني تايا انا. عرفتوا اخوتي البرد والله العظيم. واحد البروده اش غنقول لكم. شوكولاته اهو. البروده تبارك الله دخلت ديك البروده ديال الشتوه وانا مازال ما جبدتش الحوايج الشتوه. والله الا عاد خاصني نجبدهم. مع شحال نقول لكم زعما والله عذروني كنغبر عليكم بعداك. والسبب في ذلك شبرني واحد الاكتئاب، واحد الحاله النفسيه في شكل مهم. ما كرهتش نبقى عيمي مدوده. ما عندي كان حتى حاجه. ما بقيت باغا نجمع حتى مع شي حد. والله اسامه قايل في الخدمه وانا نقيل بدا ما كنخرجش. تخايل الغرفه ديالي ما كنخرجش منها، انقيل داخل فيها. اللي خرجني الا مشيت للطواليت صافي. ما عرفتش واش هادشي هذا عادي طبيعي يعني بالنسبه للمراه الحامل ولا ما عرفتش. يعني كنسمع باكتئاب قبل الولاده وبعد الولاده. والله ما عرفت شنو هادشي هذا. ما نكذبش عليكم كنحس براسي ثقيله. يا خلي حتى الشتوه كيكون زوينين. كما قلت لكم ما عرفتش هادشي واش عادي ولا والله ما عرفتش. كنحس براسي ثقيله، كنحس براسي قنطانه. كنقول اسامه انا ما كرهتش نمشي لشي بلاصه عدم ارتياح. ولو ان صراحه الله يعني الامور موفره الحمد لله بالنسبه لي العنايات مع اختي بفضل يعني قايمه بالواجب والاخر. ولكن ما عرفتش علاش كنحس هيدا خوتي. والله ما نكذب عليكم
نصحوني قولوا لي شنو نقدر نعد نخرج من هاد الحاله هادي. ما عرفتش والله، ما عرفت راسي كيف انا. شوفوا الطياره كتبان شوي واش السحاب راه دخلات. اسامه حالا مسكين تاكل الجمر. اسامه اليوم خصنا نجاوبهم على واحد السؤال مهم كنشوفو كيتكرر بزاف في التعليقات. عارفه شنو هو؟ جيتي زويون، انتينا اصلا زوين ما شاء الله. خصنا نبقى نشوف فيه باش ولدنا ولا بنتنا كنا شبه فيه. حتى انا زوينه. دابا ولاتني الظروف والايام. قول لي شنو هذا السؤال. قلت لك السؤال بزاف الكومنتات كيتكرروا صراحه الله، وحتى في الوسط العائلي والوسط الناس اللي كنتلاقاهم كيبقاو يقولوا لي شنو الاحساس ديالك انت نود اسامه، يعني كأم واب بالجنس الجنين. واش كتحسوا ان ما جالكم بنيته ولا كتحسوا ما جالكم الوليد؟ وفي نفس الوقت شنو الميول ديالنا يعني بكل صراحه، وخاصه بعدا اللي كنتينا والله الا قالوا خاصه اسامه شنو باغي. واش من داك النوع اللي كيبغيو ضروري الدراري؟ باخبارك كاين بعض الناس الا المراه ما ولدتش ولد هو الاول. قلت لك قال الواحد اللي جات من عند ربي مرحبا بها، ولكن الصراحه كيبقى واحد الاحساس، كيبقى واحد الميول ياك. ايوا المهم كانسان اي واحد كيكون عنده الميول، ماشي زعما كنقولوا ضروري ولا شي حاجه، ولكن سبحان الله فهمتي. صراحه دن 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 كملوا الموسيقى ديالنا. قول اش نقول لك قبل ما تقول لهم الميول ديالك، قول لي شنو الراي ديالك في بعض الناس، بعض العادات والتقاليد بقى الى يومنا هذا صراحه والله. بعض المناطق المراه الا ما ولدتش كيفضلوا يعني الولد على البنت، وخاصه الولاده اللوليه ديال المراه. الا ولدت بنيتها ما كيعبروهاش مسكينه، يعني كما كنقولوا ما كيحاشوهاش ليها نهائيا. كتبقى منبوذه في داك المجتمع في ديك المنطقه. في حين الا ولدت دري كيفرحوا بيه ويفرحوا بها وعندهم بحال هذيك المراه شي حاجه. شنو الراي ديالك في هذا الشيء هذا؟ الراي ديالي الصراحه انا كيدخل اذا جينا نتعمقوا، راه هادشي كان في العهد الجاهليه باش كانوا كيقتلوا الاخر كيفضل انه يكون عنده ذكر ضروري وكذا، فهمتي كيفاش. وكانوا اللي كان كتولد له بنت بحال اللي كتجيلو شي حاجه، فهمتي، شي حاجه عايب، فهمتي كيفاش. سمعتيني شحال هادي اللي كتجيلو البنت كيتمرها هي ولكن هذا كيتسمى جهل. اذا كان بقى حتى دابا راه نادم جاهل، فهمتي. هادشي اللي كاين يعني بحال الدري بحال البنيته كلهم نعم من عند الله عز وجل. كاين الناس تمناوها وما لقاوهاش، وحنا عنبقاو نقولوا لا البنت. وصراحه وبالعكس سبحان الله البنت حنا كنقولوها، ما عرفتش واش صح ولا لا، كنقولوها حنا في المجتمع ديالنا المغربي البنت فيها الاجر اكثر من الدري. وفي نفس الوقت البنت سبحان الله ديما كيكون حنينه بزاف على الام ديالها على الاب مقارنه مع الدري. وحتى الدراري الصراحه حتى هما زوينين ومهم ما يمكنش اصلا تخلى على كلا الجنسين. عاود تجيني الغيره صراحه اسامه حنين الصراحه. الى جاو اجلنا وليد وكان يشبه ليك صراحه غنكون ام رائعه واب رائع. قلت لكم الصراحه الميول ديالي انا بزاف الصراحه كرهتك عادي بنت. اي والله الصراحه اخبارك راه قليل قله، ماشي قليل قله، كاين الناس اللي كيحمقوا خاصه الرجال. كاين واحد الاسباب باش بغيت هيدا، فهمتي كيفاش. داكشي عميق سبحان الله. وكما قال لكم اسامه نقول لهم الميول ديالي حتى انا ولكن انت اللي زرعتي فيها هذا الميول ما عرفتش. ملي كنشوف داك الحماس على الوجه ديال اسامه وديك الشوق ديالو، كنشوف واحد اللهفه ديالو ما نعرف دابا حال دابا الصراحه اكثر من الدري. وفي نفس الوقت كيقول لي صراحه اللي جا من عند الله مرحبا بها. انا كنقول غير الميول ديالي ماشي زعما كندخلوا في شي حاجه. هو حتى كنا عرفنا ترى شاركنا جنس الجانب، فهمتي. قلت لهم اسامه يعني انت الميول ديالك بزاف للبنت، ماشي يعني خاصك البنات كاملين. الميول ديالك يعني ما كرهتيش تجيب بحال تتشوق تكون عندك البنيته. واحد حي الشوق الاولى صافي. واكيد ان شاء الله خصنا حتى الدراري تا هما ان شاء الله يا ربي. وحاليا الصراحه ما عارفينش الصراحه جنس الجنين. واخا مشينا مؤخرا طويل صراحه ما عرفت اصلا. انا عاودت لكم كلشي في لا فيديو، فهمتي كيفاش. اش نقول لك اسامه دابا تخيلتي الميول ديالك للبنت وكنحس بدك واش عندك واحد الاحساس مثلا نقولوا نوعا ما قوي
بانها غتكون بنت، لا ايوا ولا كاين- غير لا، الميول هو- ديالك خاصك بنت؟ لا هو كاين واحد الاحساس ولكن ما نعرف واش احساس قوي ولا غير سبحان الله. يعني ديك اللهفة هما كما كيقولوا زعما كيقول الام والاب كيكون عندهم احساس لا هي لا. من هذا الجانب. وصراحه حتى انا ماشي انا ما نقولكمش الميول ديالي، ولكن سبحان الله من كثرة اسامه الميول ديالو البنت. اللسان ديالي ود اسامه مشى على البنت، كنبقاو نقولوا هي بنوته ديالنا كذا. سبحان الله ماشي كيسوا الاخرانيه جبرناها مثلا خرجنا شفنا شي حاجه صافي كنشوفوا كان سبحان الله غير الحاجه عيد البنات كنمشيو نقولوا شوف الكيات، شوف شحال زوينه، شوف هذا شوف هذا. واحد ما عرفناش واش زعما احساس قوي حتى من الجانب ديالي ولا غير مجرد ميول، ولا صراحه ما عرفناش فاش غنعرفوا جنس الجنين. وبعض المره كنقولوا لاسامه صراحه خصنا ضروري نقنعوا راسنا ونميلوا حتى شويه يعني للدري باش ما يكون سبحان الله استغل زوينه باش ما نعرفوا جنس الجنين. وكان دري كنقولوا زعما ما تبقاش فينا ديك النغيزه. قلت له صراحه هما كلا الحالتين زوينين. وتخيلوا انا والله العظيم في الاول ما شفت راسي كنميل بزاف كيما مايل اسامه، وليت قنعه راسي كنميل تماما عاوتاني للدري. لاحظتيني بديت كنبحث على الاسماء ديال الدراري، كنقولوا شو الاسم ديال الدراري زوين، هذا وهذا زوين، هذا زوين. الا كانت بنيت عنولدوها هذه كنت نقول لك بحال في شفاه ديالنا اللي كان عندنا تبارك الله ما شاء الله. الناس باقا عاملين بالكتيبه ديالهم. ماشي عادي. قلت لكم الصراحه يعني وليت كنقنع راسي. علاش؟ كنخاف من داك ردة الفعل ديال فاش نعرف جنس الجنين، فهمتوا صراحه. وسبحان الله حتى من الاحلام ديالي دائما الا حلمت كنحلم عندي بنيته وكنحلم عندي دري. كنحلم مثلا مره عندي بنت، مره كنحلم عندي دري. وسبحان الله ما عرفتش زعما ما كنحلمش مثلا عندي بنيته ولا كنحلم عندي دري. ياه وسام الخرافه. كما قلت لكم صراحه كنحلم سبحان الله مره عندي بنيته مره كنحلم عندي دري. ولكن قبل ما نحمل كنت حلمت عندي بنت، عندي واحد بنيته وما عارفاش ديك البنت، ما عارفاش اصلا واش ديالي. وملي مأكده من داك الحلم ديك البنت ما عندها لا يمها لا باباها وما عندها حتى شي واحد، ولكن هي في الحضن ديالي انا وكتعنقني وكتضحك معايا ومزيونه حتى انا مرتاحه ليا وكنلعب معاها بحال يعني بحال ديالي. ولكن داك الحلم كما قلت لكم هي بحال يعني غير لقيتها واجده، فهمتوا؟ شوف قداش تبارك الله. انا قد الزيتون شوف تبارك الله عليك عرفتوا تبارك الله تقريبا سيمانه وزياده. شوف انا شديت عليا الكاميرا شديت لي حرقا برودة سيمانه تبارك الله وزياده درت اخوتي بحال ديك الشيء كيقولوا له بحال ديك الشجره مفروعه ياك. فين هي؟ هاد يمكن التراكتور ملي كيدوز يمشي يا بحال مفروعه يا قلت لك تبارك الله اكثر من سيمانه وزياده. هما كيقولوا لنا الشرق، حنا كنقولوا الريح 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 الريح. والله العظيم على داكشي ما كنتش كنخرج نهائيا، واصلا ما كنخرجش واخا تكون ما كاينش الشرقي. وصافي كيقولوا هاي شوف برك الاكتئاب خرج يلا نمشيو نضربوا دوره غير هكا حدا الدار. تاخذ هنايا وقيلا خلاها ياك. احنا جاوبنا عليهم دابا ياك بعدا جاوبنا عليه. باش ما يبقاش الاسئله كتراكم علينا. مازال بزاف الاسئله ولكن صراحه ما كنقدرش عليهم نجلسوا ونجاوب بحال هكا. قلت له انايا جات قاصحه الارض خباري والاتراك الخصبه شي باينه الارض قاصحه جات هنا. بالنسبه الارض هي صلبه. انا شقوق اصلا باينه باش صحيح انواع منوعه إيه. كالاحجار.